عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة فكرتنا فكرة إعادة تدوير لأزازة كلور. كتير من الأزاز احنا بنرميها ومنعرفش ان احنا ممكن بإعادة تدوير نطلع منها أفكار هايلة ومنظمات بنشتريها بالغالي من بره. هنعمل فكرة منظم جميل جدا وفكرة حلوة هتعجبكم، وممكن تقوموا تنفذوها بدل ما ترموا إزازة الكلور. تعالوا نفذوها معايا وإن شاء الله هتعجبكم. قبل ما نبدأ نذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. زي ما انتم شايفين أنا قصيت الجزء اللي من فوق من إزازة الكلور، وهستعمل الجزء اللي من تحت. أنا هحط جزء جوه جزء بحيث إن أنا هعمل منظم زي رفين، زي منظم رفين. هقص نص محيط الازازة من تحت كده، هحدد من هنا ومن الناحية التانية زي ما انتوا شايفين كده، وهقصها. هقص طبعا هستخدم مقص، اي قطر، اي حاجة بتسهل لي القص انا هستخدمها. هو بيتقص بسهولة ومش هيتعبنا زي ما انتوا شايفين. هجرب. طبعا انا بسوي لو في زيادات او اي حاجة بسويها. عشان الرف المنظم التاني لا لقيت محتاج جزء تاني، فاقص جزء تاني برضو على شكل كمان تعريجة الازازة. انا بقص على شكل التعريجة بتاعتها بالطريقة دي زي ما انتوا شايفين كده. تمام. هاجي للجزء الفوقاني هقص برضو من المحيط بتاعه النص كده، نص المحيط ونص الطول بالطريقة دي هقص برضو. بس الازاز دي مفيهاش تعريجات فهقص عادي. تمام كده. وهعمل كمان زي ما انتوا شايفين كده هقصه زي ما اكون بحرد كده الشكل. وبعد كده اللي احنا قصناه من الازازة هعمل منه زي شكل ودنتين قطة. هقص الجزئين شبه بعض، ده هتبقى ودان القطة او اي شكل يعني. تمام. بعد كده هركب الجزئين بقى على بعض. عاوزة اثبتهم، مش هنثبتهم بشمع ولا حاجة، لا انا هثبتهم. هعمل فتحات كده في الازازتين في الجنب اللي انا هثبت منه، الجنب اللي هو من ورا بالمقص كده. هعمل فتحتين 3 كده، بس في نفس مكان الفتحة هتبقى في الازازتين، يعني فتحة في نفس المكان ده هتبقى في الازازة التانية. الفتحة اللي انا بفتحها برضو التانية والتالتة هتبقى في نفس المكان في الازازة التانية. تمام اهو. هفتح برضو في الازازة التانية نفس مكان الفتحتين. هحاول احطهم على بعض كده، وبأي آلة حادة هحدد من تحت بحيث ان انا اعمل زي مكان للفتحة في هتظهر في العلبة التانية. وبعد كده هجيب اي شريط ستان، اي شريط انا احب هزين بيه. فانا اخترت اللون الذهبي ده كان موجود عندي. ودايما لما نعمل اعادة تدوير لحاجة مش هنشتري حاجة، اي شريطة موجودة عندي ما بستعملهاش. اي مثلا حاجة قديمة عندي من اللبس فيها اشرطة او جبير بحاول اخلع الحاجات دي واستعملها. مش هنتكلف، احنا بنعمل اعادة تدوير مش عاوزين نتكلف حاجة. فالحاجات اللي موجودة عندي بدل ما برميها انا بستخدمها واعملها اعادة تدوير. والحاجات دي بمرور الوقت انتوا بتتعلموها، مش بتيجي من مرة واحدة. مرة في مرة هتلاقوا نفسكم من حاجات هتفكروا لا ده بدل ما نرميها هنطلع منها حاجة، هنطلع منها منظم لأوضة أطفالنا، هنطلع منها منظم مثلا لأدوات المكياج، هنطلع منظم طبعا المكياج اللي بنستعمله في البيت طبعا مش بره. هنطلع منظم مثلا لتوك الأطفال، هنطلع منظم مثلا للشامبو، للحاجات اللي مثلا اللي بتبقى موجودة في الحمام. تمام. زي ما انتوا شايفين انا يعني بحاول ادخل الشريط. يبقى انا زي ما انتوا شايفين كده انا بدخل الشريط من الازازه اللي من بره، وبعد كده بعديه على الازازه اللي من جوه. بعمل زي كأني كده بعمل زي تخييطه،
واطلعه من المكان التاني. وبعد كده هوصل الشريط ده بالشريط ده واروح ربطهم عاملاهم فيونكة زي ما انتوا شايفين، واثبتها كمان. هقصقصها بس لو فيها حاجات زوايد، واثبتها بمسدس الشمع. عملت لي شكل كأن فيونكة. يبقى انا كأن كده عملت زي خياطة بالشريط الستان، دخلته من الازازة دي على الازازة دي، واطلعه من الازازة نفسها على الازازة اللي بره، وهكذا لغاية ما اجي في اخر حاجة هطلعه من الفتحة الاخيرة دي، وانا الشريط الاولاني الطرف الاولاني للشريط موجود، وهربطه كأنه فيونكة. هاجي بقى قصيت الودان اللي قصيتها للقطة مثلا، هلزقها من فوق. نيجي بقى هنعمل بقى نزين بقى الشكل بحيث يبقى شكله حلو. جبت عصايات زي ما انتوا شايفين اللي هي بتاعه الخشبيه دي، زي عصايه الايس كريم بس ملونه. هقص الاخر العصايه، هعمل منها العينين وهعمل منها البق بلون احمر. وبعد كده جبت زي ما انتوا شايفين شريط لزقت بيه بيلمع استرس، برضو موجود عندي، كنا بنستعمله في حاجه قبل كده وزاد. عملت حوالين داير الازازه من فوق ومن تحت، وكمان حوالين الودان، بس هقصه بحيث يبقى ارفع. التزيين ده والحاجات دي طبعا على حسب الحاجات اللي متوفرة عندك. اي حاجات، لا ما تتكلفيش وتشتري اي شريطة موجودة عندك، اي كلفة، اي مثلا حاجة استرس كده هتعملوا بيها. وعملنا كمان الودان. وبعد كده هاجي طبعا انا عاوزة اعمل له عليقة، فهفتح كده في اخر الازازة اللي من فوق كده فوق العينين، هفتح جزء بسيط مربع، ده اللي هعلق فيه العلية. طيب هنستخدم المنظم الحلو ده فيه؟ هنستخدمه في فرش الاسنان، اي حاجة بتستخدموها في الحمام، ادوات الحلاقة، فرشة الحلاقة، اي ادوات ممكن نستخدمها. انا عملته منظم بدورين مش بدور واحد، ممكن احط الفرش مثلا والمعجون من فوق، ومن تحت مثلا احط مثلا شفرات الحلاقة او اي حاجة من الحاجات اللي بستخدمها في الحمام. زي ما انتوا شايفين طلع منظرها شيك، شكلها حلو منظم جميل، وفعلا شال كمية حلوة. شكله حلو، وكمان سهل تنظيفه ان هو يتغسل معايا سهل، وحاجة ان شاء الله تعجبكم. اتمنى نعمل اعادة تدوير الازاز اللي احنا بنرميها، نطلع منها حاجات حلوة كده وديكورات لاطفالنا ولاولادنا في البيت. زي ما انتوا شايفين شكله ازاي رائع. اتمنى لو شفتوا الفيديو لغاية الحتة دي دلوقتي متنسوش اللايك، ومتنسوش تقولوا له رأيكم وتجربوا وتبعتوا له تعليقاتكم. واتمنى ان شاء الله الفكرة تكون عجباكم، واتمنى تطلعوا افكار انتوا احلى من كده باذن الله، ونرجع نعمل اعادة تدوير الحاجات. وشايفين حاجات دلوقتي بالغالي، نعمل اعادة تدوير ونطلع اجمل منظمات لبيتنا ان شاء الله باذن الله، وتكون احلى من كده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.